السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أسرة المطبخ مع لميا، يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة البسبوسة. شايفين لونها الذهبي الجميل الخطير وطعمها تحفة ورائع جدا. مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة هتوفر معاكي. طبعا بمناسبة رمضان ويمش رمضان اكيد كل الحاجات دي موجودة عندك. ما تنسيش تدعميني، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل الجرس واللايك. واتمنى الفيديو يا رب يعجبكم. ومكوناتنا بسيطة جدا. هنبدأ بسم الله على بركة الله. المكونات: هناخد معلقة شيف كيك، 3 كوباية سميد او نص كيلو سميد، نص كوباية جوز هند، انا بحب جوز هند كتير، 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية سمنة، 3/4 كوباية لبن، ونص كوباية عسل او اللي هو الجلوكوز او الشربات العادي بتاعك اللي انت هتبقي عاملاه يكون تقيل شوية. تمام. طيب هنحط السميد بتاعنا عليه نص كوباية جوز الهند، وعليه معلقة الشيف كيك. هنبدأ نقلبهم مع بعض. اول حاجة يبقى السميد 3 كوبايات كبيرة سميد بما يعادل نص كيلو سميد، عليها معلقة صغيرة شيف كيك. تمام. هنقلبهم مع بعض كويس قوي عشان يمتزجوا مع بعض. بعد كده هنبدأ بقى المكونات السائلة هنحطها مع بعضها مع السكر. هنحط 3/4 كوباية سمنة، عليها 3/4 كوباية لبن، عليهم 3/4 كوباية سكر. السكر ده مظبوط جدا يا جماعة. وعليهم نص كوباية شربات تقيل شوية. تمام. هنبدأ نقلبهم كويس قوي مع بعض. هنحطهم على النار مش لدرجة انهم يغلوا، يا دوب يدفوا بس كده، يسخنوا ويمتزجوا مع بعض على النار. تمام. هنقلبهم شوية وهاخدهم على النار بتاعتي، يا دوب بس هدفيهم حاجة بسيطة عشان يمتزجوا مع بعض. وبعد كده هنقول لكم هنعمل ايه مع بعض. انا بصي زي ما انا وريتك كده حطيتهم على النار، امتزجوا هم مع بعض، يا دوب دفيوا وقلبتهم كويس. هبدأ انزلهم على الخليط بقى بتاعي اللي انا كنت اللي كنت عاملاه، اللي هو دي السميد، وعليه جوز الهند، وعليه معلقة الشيف كيك. تمام. هكون محضرة الصينية بتاعتي مبطناها بسمنة، وهكون مولعة البوتاجاز بتاعي عشان يبقى سخن. هنبدأ نقلب كده لما الخليط كله يتجانس مع بعضه. تمام. هتبقى المرملة يا جماعة، هتبقى العجينة كده بتاعتنا مرملة زي ما انتوا شايفين. بعد ما نقلبها كويس مع بعض هنبدأ نحطها في الصينية بتاعتنا. انا الصينية كنت حاطه لها سمنة. تمام. وحطها في التلاجة شوية تسقع، اللي هي الصينية اللي هنحط فيها الخليط بتاعنا بتاع البسبوسة. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك للفيديو والاشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنفضي اهو المكون بتاعنا، البسبوسة بتاعتنا هنفضيها بالصينية اللي انا كنت مبطناها بالسمنة. هنبدأ بقى نسويها في الصينية. تمام. بعد ما هنسويها كده بالسباتيولا بتاعتنا هنحط ايدنا في حبة مية كده وهنبدأ نسويها بايدنا عشان يبقى الوش بتاعها متساوي.
يا دوب بس نبل ايدنا كده ميه، وهنبدأ ايه ان احنا بس نساوي الوش بتاعنا. هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 ل 200 درجة. الاول هنزينها زي ما انتوا شايفين، لوز ومعانا سوداني. ما تقفيش على اي حاجة، اي مكسرات موجودة عندك الحابة انت تحطيها، ممكن تكتفي بالسوداني بس. تنسوش حبايب قلبي تفعلوا الجرس واللايك للفيديو، تعليق يكون من المحتوى، وانتظر تعليقاتكم الجميلة. واتمنى اكون بقدم لكم كل حاجة حلوة وكل حاجة تكون معاكم مظبوطة. هنتظر الرد بتاعكم في التعليقات ان شاء الله. بشكر كل الناس اللي بتدعمني والناس اللي موجودة معايا في العرض والناس اللي هتشوف الفيديو وهتعلق معايا وتتفاعل معايا. وبشكر كل المشتركين الجداد اللي هينضموا لأسرة المطبخ مع لميا. وبشكر كل المشتركين الموجودين معانا من أنحاء الوطن العربي ومن كل الدول العربية. وبشكركم جدا لأنكم بتدعموني وأنكم دايما معايا، ويا رب دايما نبقى مع بعض. احنا بنزين اهو. انتي طبعا بتزيني بالطريقة اللي تريحك، عايزة تحطيهم بشكل تاني ممكن ترصيهم بشكل اللي يتناسب معاكي، بتبقى ذوقيات يعني. ما تنسوش يا حبايب قلبي تنضموا للجروب بتاعنا على الفيسبوك المطبخ مع لميا، هتلاقوا معلومات مفيدة جدا وحلوة قوي في مجالات كتير. ما تنسوش تضيفوا لأصدقائكم للجروب برضو. ويا رب اكون بقدم لكم محتوى مفيد ومحتوى بتحبوه. وكل سنة وانتم طيبين. داخل علينا بقى العيد، بنحب نعمل بسكوت والحاجات بتاعة العيد الجميلة والبسبوسة وكل حاجة حلوة. يا رب اكون كده بقدم لكم محتوى حلو. ادينا زينا البسبوسة بتاعتنا، هنبدأ بقى ندخلها في الفرن بتاعنا اللي احنا كنا مولعينه قبل كده. هتلاقيه سخن دلوقتي. هنروح حاطين ايه البسبوسة بتاعتنا. تمام. اول ما هتبدأ بقى نلاقي اللون بتاعها الحلو الذهبي كده من الحروف، يبقى كده ايه استوت من تحت. ممكن تحطيها بقى تحت الشواية لو انتي الفرن بتاعك شواية لوحدها وبوتاجاز لوحده، من فوق لوحده ومن تحت لوحده. بعد كده هنبدأ نعمل مع بعض ايه الشربات بتاعنا. تمام كده شكلها اهو قبل ما نحطها في الفرن. وهوريها لكم تاني بعد ما نطلعها من الفرن. هنبدأ نعمل شربات بتاعنا. كوبايتين سكر عليهم، دي اول كوباية، ودي الكوباية التانية. عليهم ايه يا حبايبي؟ عليهم كوبايتين مية. البسبوسة بتحب الشربات الخفيف. كوبايتين ايه مية. ادي اول كوباية وادي الكوباية التانية. هنقلبهم قبل ما نحطهم على النار عشان ما يسكرش معاكي. نقلبهم تقليبة حلوة كده. بعد كده هنحطهم على النار بتاعتنا. اول ما يبدأوا يغلوا مع بعض غلوة كويسة، هنبدأ ننزل عليهم بايه زي ما انتوا شايفين كده بدأ يغلي معانا. ننزل عليهم ايه بالليمونة، نص الليمونة بتاعتنا. تمام. هنسيبهم دقيقتين بس يغلوا مع بعض. قبل ما نطفي عليها بثانية واحدة هنروح حاطين ايه ظرف فانيليا، بيدي طعم جميل جدا قوي للبسبوسة. ودي البسبوسة بتاعتنا بعد ما خرجت هنسقيها بقى بالشربات بتاعنا. هي سخنة والشربات بتاعنا ساقع. هنسيبها تشرب بقى من الشربات بتاعنا. بصوا منظرها جميل يا جماعة ازاي. بصوا لونها ذهبي حلو قوي وطعمها خطير خطير قوي.
هنقطعها دلوقتي مع بعض عشان تشوفوها برضو من جوه شكلها عامل ازاي. جميلة جميلة جدا والله، جربوها وهتعجبكم. اتمنى حبايبي اللي ما اشتركوش في القناة يشتركوا فيها، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنتظر التعليقات بتاعتكم الجميلة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم والمحتوى عجبكم. هنقطعها مع بعض دلوقتي، هنطلعها من الصينية عشان تشوفوها برضو. بسم الله ما شاء الله، متماسكة جدا وحلوة، مش مهرية يعني، مش هتتقطع كده منك، وطعمها جميل ولونها حلو قوي. كل الناس اللي بتشوف معانا الفيديو منوراني. هنبدأ نطلعها مع بعض اهما بالصينية، من الصينية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهي الحتة بحتتها اهي زي ما انتوا شايفين. شايفين اللون بتاعها الذهبي الجميل؟ شايفين متماسكة ازاي يا حبايبي؟ مش مهرية. بصوا الحروف بتاعتها، بصوا الحروف بتاعتها في الجنب عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، تستاهل بقكم والله. ودي كانت النتيجة بتاعتنا النهائية، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، ومبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة. يا رب دايما نفضل سوا.